بقى عمال يتكلم عن مميزات الايفون 17 اير. طب انا بقى هقول لك على العيوب اللي محدش قال لك عليها. في ناس كتيره سالتنا عليها قلت احطها لهم. اول عيب معانا بقى هو مكان الشريحه. ايفون 17 اير ما فيهوش مدخل للشريحه، وده معناه ايه بقى؟ ان التليفون هيشتغل بالاي سيم فقط. الاي سيم ده بقى باختصار شريحه مدمجه مع الجهاز من جوه، بتشغل 2 خط فعلي، ممكن تحط عليها لحد 8 خطوط، بس اللي يشتغل عليهم 2 فقط، وبتقعد انت تبادل ما بينهم. في ناس كتيره بتفضل ان هي تستعمل شريحه عاديه، وان انت تقعد تحول للاي سيم وكده، في ناس بتكرهها، فده عيب. والعيب اللي بعده بقى هي البطاريه. لا، البطاريه مع ان الشركه قعدت تبرر وتقول لك ان الشرايح بتاعتنا بتستهلك بطاريه اقل وبقت مش عارف بنسبه كام وكده، لا، الجهاز يا جماعه هيبقى بطاريته مش قد كده. طب انت عرفت منين؟ هما اللي قالوا اساسا. طب قالوا ازاي؟ قالوا ان انت ممكن تستعمل اكستندد خارجي اللي هو باتري باك. طب اشمعنى التليفون دوت هما اللي قالوا عليه ان انت ممكن تستعمل فيه الباتري باك؟ طب ما اي تليفون ايفون ممكن تستعمل فيه الباتري باك. ده معناه يا جماعه ان التليفون بطاريته هتبقى مش حلوه. وكمان لو انا استعملت الباتري باك انا فقدت الميزه اللي هو مديهاني على اساس ان هو سمكه رفيع، سمكه قد كده. طب انا لا، عيب الصراحه. واصح بالنسبه للباتري باك ما بتشتغلش الا على الايفون 17 اير فقط، كبيره على الايفونات التانية. والعيب اللي بعده بقى السعر. ايوه السعر على قد ما امكانياته جامده والشكل جديد والديزاين جامد والرفع بتاعه دوت، بس الجهاز جايب $1000. يعني ايه $1000؟ طب ما انا البرو بتاعه اعلى منه ب $100 بس. على الرغم ان انا اصلا هزود في الايفون اير، هشتري الباتري باك للموبايل عشان اكبر المساحه بتاعت البطاريه بتاعته، عشان التليفون يقعد بطاريه اكتر زي البرو. طب ما انا اشتري البرو على طول، يبقى ده عيب اساسا. ففي ناس كتيره ممكن تفكرها من الناحيه دي، ان مفيش فرق فلوس كتير ما بين البرو وبين الاير. في الاول والاخر ماسك بالتليفون ابو 3 كاميرات. ولو انت بقى اتخطيت العيوب ديت، تعالى اقول لك على كام ميزه. الكاميرا بتاعته 48 ميجا بكسل، هي كاميرا واحده بس نينجا. الكاميرا فيها يعتبر كاميرتين في بعض. يعني ايه كاميرتين في بعض؟ الكاميرا بتتحول ل 12 ميجا بكسل بدل 48 ميجا بكسل، بس بتستفيد ان انت خدت 2 اكس زوم. والميزه اللي بعدها بقى الجهاز جاي سيراميك من الامام ومن الخلف، مقاومه كويسه، وانتي ريفليكشن. يعني ايه انتي ريفليكشن؟ يعني بتقلل لك الانعكاسات، وكمان دي مقاومه قويه بحيث ان انت يمنع ان الجهاز يتني منك على الرفع اللي هو فيه. مقاس الشاشه بتاعه كويس للناس اللي بتحب المقاسات الشاشه الكبيره، 6 و5 انش. والميزه اللي بعدها بقى الكاميرا الاماميه اتحسنت جدا. اتحسنت ازاي يعني؟ بقت 18 ميجا بكسل، وبقت تدعم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيقترح لك ان انت لو انت في ناس معاك في الصوره بيخليها لك بالعرض. يعني ايه بالعرض؟ الكاميرا الطبيعي لو انت فتحت اي كاميرا بتصور كده بالطول كده. طب انت عايز تجيب ناس كتير بتروح قلب التليفون كده. لا، قلبة التليفون بقى كده هتبقى بالمنظر ده وانت ماسك التليفون كده. فدي حاجه قويه وحاجه جميله جدا، عشان ما تقعدش تمسك التليفون كده ويقع منك. وده خطف عن المميزات بتاعته. انا بقى كده خلصت كلامي. لو انت بقى وصلت لحد هنا ما تنساش بقى تشترك معايا في القناه وتصلي على النبي وتدعي لاخواتنا بالفراج القريب، يا رب يفرج عنهم. سلام.